بسم الله الرحمن الرحيم. فكرة فيلم ركاب القطر دي من وحي خيالي. أنا قررت أخترق حجاب المألوف. هنبدأ بسرد الحكاية. فكرة فيلم ركاب القطر بتحكي عن مجموعة شباب من كلية الآثار جامعة القاهرة، كانوا عاملين رحلة للأقصر بغرض استكشاف آثار جديدة في إحدى المعابد الأثرية التي تم اكتشافها مؤخرا في إعلان وبيان هام قد أعلنته وزارة الآثار، وهو مومياء حرية آدم. وبعد كده بدأوا في تجميعهم للبدء في الرحلة، ثم استكشفوا وبدأوا في الاستكشاف، وحجزوا تذاكر القطر في نهاية عطلة الأسبوع المقبل. وأثناء البدء في قيام الرحلة وميعاد السفر قامت قيامة القدر. عفريت حرية آدم أوان ميعادها في الكوكب ظهر، وركبوا القطر الغلط، وكانوا فاكرين إنهم لوحدهم في القطر، إلا إن القطر كان فاضي تماما، ومساره في اتجاه الرحلة اتغير إلى بلاد الجبابرة. والبلاد دي كانت في حتة بتقع جنب سينا، ومن حظهم إنها موميا حرية آدم كانت بتقع في البلاد دي، وهي كانت ملكة بلاد الجبابرة أثناء العصور الوسطى. المهم، بعد كده القطر بعد ما اتغير مساره كلهم خافوا وبصوا لبعض، وكل واحد ما كانش عارف ياخد قراره. هنعمل ايه؟ هنروح فين؟ الرهبة مالت العين وراح العقل من الزين، ونزلوا ومشوا كتير في بلاد الجبابرة. فجأة الدنيا غيمت بسحاب اسود، والدنيا مطرت دهب وفضة. طب ازاي طب فين؟ ومين رايح جاي؟ ظهر لهم الملك أكتاي، وكأن العالم اتشقلب والتاريخ اتلخبط، وبقوا تايهين ومستعجبين، وبقوا بزمن غير الزمن من آلاف السنين. سألهم انتوا مين وجايين ليه؟ قالوا له واقعين في عرضك يا بيه. طلع من جيبه عملة غريبة زي الجنيه. لعب لعبة الملك والكتابة. ظهرت حرية آدم بعفريتها القلابة الغلابة، وبدأت أحداث الخيال، والحال مبقاش عال. وجابت خريطة النيل وقالت أثيوبيا بتحاربنا، يبقى في اللي جاي محدش يعاتبنا. وكلفت شباب كلية آثار بمهمة عجيبة وغريبة، وهي إنهم يعملوا رسمة على عيون أبو الهول، قط شايل كاس أسود عليه علامة زهرة اللوتس. ولما القمر يكتمل أبو الهول هينطق بحل لغز المصريين اللي احنا مش فاهمينه من آلاف السنين: 7 جياع، وزرع أراضي، وحماية وطن، ونشيد بلادي. فهمتوا معنى الحكاياتي؟ ولا إسرائيل تغلط وأمريكا تدلع ودادي؟ دي فكرة فيلم ركاب القطر. كان معكم الكاتب المصري النادر توقعاته محمد مصطفى عبد القادر، والسلام عليكم ورحمة الله.